عملت الخطه العلاجيه للتقويم وعملت الاشعاعات اللازمه وجاي تركب تقويم بس خايف تركبه علشان الكلام الكتير اللي بتسمعه عليه وان هو فيه مشاكل وانه فيه وجع وفيه تعال اقول لك ايه اللي بالظبط هتحسه بعد ما تعمل تقويم، وهل الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي. انت هتحس بعد ما تركب تقويم بشده او بضغطه كده في الاسنان، ودي طبيعيه. في ناس بتكون عندها بسيطه سنه، ناس بتكون عندها اكتر، ممكن تسبب سنه الم زياده، ممكن ناخد لها حبايه مسكن او حاجه لو حسينا بالم شديد ولا حاجه. حضرتك هتحس بلخلخه في الاسنان، وده طبيعي جدا لان التقويم بيحرك الاسنان من جوه، فطبيعي جدا تحس ان الاسنان بتتلخلخ من جوه. انت هتحس في الاول بلخبطه في مخارج الحروف ونطق الكلام شويه، ممكن تحس بقرح او التهابات في اللثه او في الشفه او في الخد من جوه نتيجه ملمس بس البريسز او فصوص بتاعه التقويم عليها، فممكن تعمل سنه قرح او التهابات. دي بناخد لها حاجات موضعيه زي سبراي او جل بتهدي الدنيا معاك تماما. ممكن كمان تحس ان بواقي الاكل بتتحشر حوالين فصوص التقويم، بالتالي بتعمل التهابات شويه في اللثه، ممكن تعمل سنه وجع او حاجه، فبالتالي محتاجين نظافه اكتر للسنان مع التقويم. ممكن ترجعوا للفيديو ازاي نلتزم بالتعليمات بعد التقويم، هيفيدكم اكتر في النقطه دي. مش محتاج اقول لك ان كل الاعراض والحاجات دي هتلاقيها بتقل معاك تدريجيا من خلال اسبوع ل 10 ايام بالكتير، وهتلاقي الدنيا بتتلاشى تماما والدنيا عادي تماما معاك. شفت بقى، انا جاي لك من المستقبل وقلت لك ان كل الحاجات دي حاجات بسيطه هتروح معاك ومش بتعمل اي مشاكل، وكل الكلام اللي على التقويم ده اشاعات مش اكتر. فبالتالي لو انت عايز تظبط شكل ابتسامتك وضحكتك ما تخافش وتعالى نورنا في عياده الشامي.